انا عارف عزيزي الاهلاوي بقالك كتير ما ضحكتش، ويوم ما تضحك وتكون مبسوط الزمالك ما يسكتش، يقوم دونا عن الايام كلها يطلع لك بيان النهارده في عز ما انت فرحان بنشوة الفوز. قوم العبد لله يسكت. تعرفوا عني كده حضرات المستشارين، بيان نادي الزمالك جميل قوي وجاي في وقته قوي قوي ولذيذ قوي 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 قوي. ما تيجي اقوله لكم، تعالوا انتوا تموتوا انتوا في الحاجات دي. تعالوا. الزمالك اولا من تحت اللي هو يعني خلينا ما ننساش الفيديوهات بتاعت الرياكت بتاعت البيانات. انا بعمل، الناس دي وصلت الناس انها تعمل رياكت على بيانات. ركز معايا. الزمالك اولا استمرارا للمشهد العبثي ماشي وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة. انا بطالب بمحاكمة نادي الزمالك ان هو بيشكك في نزاهة، بيقول لك سيطرة عشوائية، يعني كل بتنجان بيتحط على الفراولة، بيشكك في قدراتكم. نخش بقى النقطة اللي بعدها. لم يكن مفاجئا لإدارة نادي الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة. عايز ايه؟ عايز ايه؟ حد كلمك في حاجة؟ حد عطلك في حاجة؟ حد خد منك نقط؟ انت بتعيط ليه؟ خايف من حاجة؟ انا قلتها على حسين لبيب البيان اللي فات. خايف من حاجة لبيب؟ امال بتطلع بيان ليه؟ ما تستنى لحد ما القرار يطلع. ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك نيابة عن جماهيره العظيمة العريقة العبيطة في كل في كل مكان عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، انعدام العدالة وغياب الشفافية والنزاهة، وغياب الشفافية والنزاهة. ده انت في 72 ساعة، في 72 ساعة ثبت الحكام المصريين ومجدتهم في 72 ساعة. وتأكد للجميع كيف تدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف. لا كل موسم أنا بسرق كل الدوريات وباخدها عافية عليك وعلى اللي يتشددوا لك. عايز حاجة؟ كل منظومات الدولة معايا. عايز حاجة؟ أصل أنت اللي زيك ما ينفعش حد يقنعه بحاجة، ما ينفعش حد يكلمه في حاجة، ما ينفعش حد يخش معاه نقاش كده. أنا كل منظومات الدولة معايا، كلها معايا. طب اقول لك حاجه، بص الفيديو ده. كان طاهر ابو زيد طلع قرار وقال حل مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. الساعه كام الكلام ده؟ كان الساعه 10 الصبح. الساعه 4 العصر تمت اقاله طاهر ابو زيد من منصبه ورجوع مجلس اداره النادي الاهلي. عايزك ترددها بقى كل شويه مع نفسك، ها، عشان تعرف مين هو النادي الاهلي. نظرا لوجود رغبه مبيته لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحه طرف بعينه على حساب البقيه. يعني كل المنظمات اللي حواليك اللي انت شايفها دي بتخدم لينا احنا. يعني لا الوزير ولا اتحاد ولا رابطه ولا اي حاجه كانت بتخدم لمصلحتك انت، ولا كلهم زملكاويه، ولا كانوا بيخدموا لمصلحتك انت، مما يمثل اساءه لسمعه الرياضه المصريه. يعني انت بتسب الرياضه كلها. البيان ده يحبس نادي الزمالك. والله العظيم يحبس نادي الزمالك. انا لو محامي هطلع 500 ثغره. انا ما بفهمش في المحاماه ورب البيت، في شويه ثغرات هنا. انت بتسب، انت بتسب. بس اقول لك ايه، في المقابل ما حدث الموسم الماضي ليس ببعيدا عنا. في وقتها كانت اللوائح واضحه والقرارات حاضره. ما هو انت كل لما بتتزنق بتمسك الموسم اللي فات، كل لما بتتزنق تمسك الموسم اللي فات. طب ما انت مضيت على اللوائح الجديده، انت اللي مضيت يا حبيبي. يلا، وانا يا ابني كل مره ارجع افكرك. بينما الآن أصبح التسويف، ما بين قوسين هو عامل كده، أصبح التسويف الأسلوب المتبع في ظل مبررات واهية. صباح الخير، صباح الخير يا زمالك، صباح الخير يا حبيب قلبي. أنت كل ده حرقك وجود بيراميدز مكانك في المركز الثاني. سكة ودغري، أنا ما عنديش كلام تاني. أنت حرقك وجود بيراميدز في المركز الثاني. الإسماعيلي كان الثاني والثالث، أنت دلوقتي بقيت الثالث والرابع، وهتتسحب واحدة واحدة وهرجع أفكرها لك تاني. بيراميدز دلوقتي اهلي زمالك بيراميدز. دلوقتي في مشاكل مع الزمالك بتثبت ان هي نفس المشاكل اللي بتحصل مع الاسماعيلي، وهيندثر الزمالك وسط اللي بيحصل ده كله. ويعلن نادي الزمالك عن ارسال طلبا الى لجنه الاستئناف باتحاد الكره لتقديم موعد اصدار القرار النهائي قبل يوم 13 مايو حتى تستقيم الامور وتتحقق العداله. بتشغل دماغك عليهم.
انت الماتش بتاعك يوم 13، فانت بتحاول تاخد الزبد من الموضوع. والله في صالحي انا تمام وهروح العب ويمكن اسيب الماتش البيراميدز، والله مش في صالحي انا هنسحب من المباراه وابوظ لكم الدوري. اعرف حجمك يلا قبل ما تطلع صوتك، اعرف حجمك قبل ما يطلع لك صوت. اعرف حجمك، اعرف حجم الكلام اللي انت بتقوله ده هيسمع اصلا ولا مش هيسمع. قال له حتى تستقيم الامور وتتحقق العداله. امك اسمها هاله. وامام ما يحدث هذا الموسم فان نادي الزمالك لن يتوانى عن مواصله اتخاذ الخطوات المشروعه التي تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح مما كلفه الامر. ما يغيرش اللوائح يا ميدو، ما يغيرش اللوائح، مفيش طلعت تتغير. عاش نادي الزمالك اكبر خراره في مصر. النهارده اتعشت، الاهلي كسب والزمالك طلع بيان. انا مش عايز حاجه من الدنيا. السلام عليكم.